نصيحتي لأبي بلال الحضرمي هداه الله. يا أبا بلال، أشفق على نفسك واحجزها عن ظلمها واحبس لسانك إلا عن الحق. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا احتاج الأمر أن تتكلم فالزم العدل ولو ما عدو. كلامك يا أبا بلال في العلماء أشد من كلام ابن حزم في العلماء، مع الفارق بين علمك وعلمه، ومع ذلك لم يعتذر له الأئمة بهذا ولم يغفروا له سلاطة لسانه. فاحذر يا أبا بلال أن يسوق لك الشيطان مزيدا من بضاعتك الكاسدة في ثوب الغيرة على السنة وحياضها، فبئس السمسار الشيطان وبئس البضاعة سفاهة اللسان. اللهم اشرح صدر أبي بلال لهذه النصيحة وانفعه بها يا رب العالمين وارزقه العمل بها. نصيحتي لأبي بلال الحضرمي هداه الله لفضيلة شيخنا الوقور عبد الغفور بن علي السقاف اللحجي حفظه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأصلي وأسلم على القائل: إن لله تبارك وتعالى خزائن من الخير مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. أما بعد، ففي الوقت الذي لاقت صوتية التحكيم وجمع الكلمة هو المخرج من الفتنة قبولا واستحسانا بفضل الله من ثلة من العلماء والمشايخ والمسؤولين وطلبة العلم والمحبين في الداخل والخارج، حتى عند بعض العقلاء من أتباع الشيخ يحيى الحجوري أصلحهم الله. وهذا إن دل فإنما يدل على رغبة الجمهور في جمع الكلمة وإخماد الفتنة، إلا من شذ من الأغمار والأحداث والمشغبين والمستثمرين للخلاف الحاصل بحظوظ نفسية ومآرب شخصية وأهداف تآمرية على أهل السنة والجماعة، فهؤلاء لا يريدون جمع الكلمة ولا إخماد الفتنة. ونحن حينما ندعو إخواننا أتباع الشيخ يحيى أصلحهم الله إلى الصلح والتحكيم ليس رغبة في التكثر بهم، لا والله، فدعوتنا بفضل الله قد ملأت السهل والجبل، بل وعبرت القارات، ومراكزنا ومساجدنا معمورة بالعلم وطلبته، والأمور قائمة على قدم وساق. لم يضرها الهجمة الشرسة والتحذير والتنفير الذي يقومون به، بل على العكس الدعوة في ازدياد، ولا أظنهم يخالفون في هذا في قرارة أنفسهم، وإن صرحوا خلاف ذلك بألسنتهم. وكل هذا بفضل الله وكرمه، ولله الفضل والمنة. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. ثم قد كنا التزمنا بعدم الرد بعد توجيهات قيادتنا التي سعت وتسعى للصلح، إلا أن أتباع الشيخ يحيى هداهم الله لم يلتزموا بذلك، ومن يقول غير هذا بيننا تاريخ ردوده. وقد وقفت على صوتية لأبي بلال الحضرمي تكلم فيها مدة 47 دقيقة، لم يذكر إلا آيتين وحديثين، وبقية كلامه سب وتبديع واستنقاص لم يسلم منه الأحياء ولا الأموات. وهذه بضاعته في صوتيته، وغالب ردوده على هذا المنوال، والله المستعان. وهو مثال واحد من أمثال أتباع الشيخ يحيى هداهم الله، وأمثاله كثير، إلا أنه فاقهم في شدة الطعن والثلب في إخوان من أهل السنة. إليكم بعض ما قاله في هذه الصوتية فقط. قال: حزبيون، أصحاب شغب، أصحاب ثورة، أصحاب شلة ثائرة، أهل فتنة. عبد الرحمن العدني صار كما سمعتم أسدا بعد أن كان جبانا لا يتجرأ، مقلقل على الدعوة، مخاذيل. أنتم حزبيون من شر الحزبيين الذين خرجوا على الدعوة. نراكم أصلا ضلالا، ما عندنا شك فيكم، مغفلون. عبد الغفور المخذول، قطع الله دابرا يا عبد الغفور، أنت مبتدع منحرف، نعوذ بالله من هؤلاء الأشرار، مزقوا الدعوة السلفية. انتهى المراد من كلام
أبي بلال في صوتيته المذكورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انتهى كلامه رحمه الله. فشيخ الإسلام يقول: إذا كان الشخص أراد أن يتكلم في أهل الكتاب وأن يبين ما هم عليه من الكفر والضلال، فينبغي أن يلتزم الأدب في كلامه معهم، وأن يجادلهم بالتي هي أحسن، لا بالسب والشتم والتهويل، هذا وهم أهل كتاب. فكيف يا أبا بلال الذين تتكلم فيهم هم من إخوانك من أهل السنة؟ والله المستعان. وأعجب من ذلك، مع ما يصدر منهم من الجراءة وحدة اللسان تصدير الأحكام بالتبديع والتحزيب على إخواني من أهل السنة، وعندما سئل عن داعش تورع عنه وراعى مصلحة عدم الكلام فيهم لأنهم يقاتلون الرافضة. فاسمعوا ماذا قال في صوتيته. بالنسبة لداعش أنا ليس لي كبير اطلاع عليها، ولكن إخواني في الله هم في وجه الرافضة، وهم كذلك يحاربون هؤلاء الفجرة الروافض. فأقول إخواننا نسكت، ونسأل الله أن يسلط داعش الروافض وأن يبيد بهم هؤلاء الزنادقة هؤلاء المارقين عن دين الله سبحانه وتعالى. فلا حاجة لنا أننا نخوض أن داعش كذا وداعش كذا ولا نجدها، يعني بالنسبة للأفكار التي عندها بعض المعتقدات التي تحملها وغير ذلك. ولكن القوم في وجه الروافض، القوم في وجه الروافض ويقاتلون الروافض والروافض الزنادقة وشر البرية على دين الله سبحانه وتعالى، وأشد الناس حنقا على دين الله جل وعلا وعلى أسياد هذه الأمة من الصحابة فمن دونه من أهل الخير، هم أشد حنقا على رجال الدين الصالحين وأولئك المتقين. على هذا ما ينبغي أننا في هذا الوقت والله أعلم أنه ما في مصلحة من بيان داعش وأن داعش هذه كذا وأن داعش كذا. يا أخي كنا بالأمس نقتل في دماج، وين الطائرات التي تضرب الآن هذه؟ وين الطائرات؟ نقتل في دماج ولا حد يسأل عنه ولا حد يتكلم في قضيتنا، لا حد يتكلم في قضيتنا ولا هم حولنا. لعل الله يسر داعش هذه على إدبار فيها أنه سلط على الرافضة وتبيد الرافضة بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أننا داعش نبين حاله إلى آخر ذلك نخدم من في هذا الوقت نخدم من في هذا تفرح به أمريكا ويفرح به عدو الله سبحانه وتعالى، فهم يريدون داعش إلى آخر ذلك. ولكن إذا حصل شيء يبين الباطل يبين ممن كان، ولا يجوز السكوت على الباطل، لا يجوز السكوت على الباطل. ولكن هناك مهم وأهم، هناك مهم وأهم. قد تطرق بعض المسائل الآن تبين هذه المسائل، وقد تؤخر بعض المسائل إلى حين. قلت: يا أبا بلال، ألسنا أحق بهذا الورع من داعش التي أحجمت عن الكلام فيها وأطلقت لسانك في إخوانك بالسب والثلب؟ ألسنا أحق بهذه المصالح التي اعتبرتها فأحجمت الكلام عن داعش، بل ونصحت بعدم التكلم فيهم ولم تعتبرها معنا، ونحن إخوانك ونحن وأنتم في خندق واحد في وجه الرافضة وغيرهم من أهل البدع والحزبيين. يا أبا بلال، إذا كان الكلام في داعش يخدم أمريكا ويفرح به أعداء الله كما قلت، أليس الكلام فينا أيضا يخدم أمريكا ويفرح به أعداء الله؟ يا أبا بلال، قد تقول هذا الكلام له سنوات، صحيح له سنوات، ولكن ليس العبرة بالزمان وإنما العبرة بالحال. فالحال التي راعيت فيها تلك المصالح مع داعش هي نفس الحال التي نحن فيها، فلماذا لا تراعيها مع إخوانك من أهل السنة كما راعيتها مع داعش؟ وما يهمني في كلامه في صوتيتي وهو محل الرد 3 أمور: أولها أنه جعل التحكيم تشكيكا في الحق، وأن من تحاكم فقد شك في الحق الذي معه. قال في صوتيته: ونحن ولله الحمد على قناعة بمنهجنا، لسنا مترددين، والله إننا
ليس عندنا شك 1%، بل أدنى من ذلك في هذه الدعوة وفي خيرية هذه الدعوة وأحقية هذه الدعوة، فليس عندنا تردد وليس عندنا شك، فإن هذا دين لا يجوز شك فيه، لا يجوز شك فيه. تلقى الله وأنت شاك، هذا شأن المبتدعة، وشأن المنحرفين هم أهل الشكوك وأهل الارتياب، فيحصل لهم ما يحصل من الانحرافات. قلت يا أبا بلال، كل خلاف ونزاع بين خصمين لا بد أن يكون أحد الخصمين محقا والآخر مبطلا في الغالب، ومع ذلك أمر الله الجميع بالتحاكم فقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهل الممتثل لهذه الأوامر شاك في الحق الذي معه؟ وهل خصصت الآيتان التحاكم للمتشككين، وأما من كان محقا فلا يتحاكم؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم شاكا في الحق الذي عليه أو متنازلا عنه حينما حكم سعد بن معاذ في قضية بني قريظة لما قررت قريظة النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقامت الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة. ولما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوا قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وعلي. فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وأصل الحديث في الصحيحين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حكم سعدا ولم يكن هذا منه شكا في حكمه لو حكم هو، لأن حكمه حق وقوله حق، ولكن لمصلحة تأليف قلوب الأوس فراعى هذه المصلحة. وهل كان صلى الله عليه وسلم يا أبا بلال شاكا في الحق الذي عليه أو متنازلا عنه حينما أبرم صلح الحديبية مع مشركي قريش وكانت الشروط ضد المسلمين في الظاهر؟ وهل كان علي رضي الله عنه شاكا أن الحق معه لما حكم في خلافه مع معاوية رضي الله عن الجميع؟ وهل كان شيخنا مقبل الوادعي شاكا أو متنازلا عن الحق الذي عليه حينما دعا الإخوان المسلمين للتحاكم، حيث قال شيخنا مقبل رحمه الله كما في أسئلة الجزائر، قال: وقاصمة الظهر عند الحزبيين أن تقول لهم نتحاكم إلى العلماء، فعند أن قلت للإخوان المفلسين نتحاكم إلى العلماء قال قائلهم: لا 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 نتحاكم إلى العلماء. وأخرجت شريطا في هذا: ضاقت بهم الأرض بما رحبت، لأنهم صاروا بين أمرين: إما أن يسقط عليهم المجتمع لأنهم لا يحكمون العلماء، وإما أن يحكموا العلماء في الديمقراطية وهم يرحبون بهذا. انتهى كلامه رحمه الله. وهل كان الشيخ يحيى شاكا أنه على الحق أو متنازلا عنه حينما أبرم الصلح مع الرافضة بما سمي بالوثيقة الرئاسية؟ وهل كان الشيخ يحيى شاكا بالحق حينما رضي بالصلح في مكة قبل 7 سنوات تقريبا، والذي سعى فيه الشيخ أنور العيدروس ومعه 2 من كبار قادة العمالقة، والكل أحياء يرزقون، وضموني والشيخ عبد الله بن مرعي معهم، وتم الاتفاق حينئذ على أن يكتب الشيخ يحيى ورقة ما نصها: أنا يحيى ابن علي الحجوري أتراجع عما قلته في المشايخ، وعلى المشايخ أن يتراجعوا عما قالوه في وفي طلابي، ونرجع كما كنا زمن شيخنا مقبل الوادعي. وأما ما حصل بيني وعبد الرحمن العدني فإني أؤخره إلى يوم القيامة يحكم الله بيننا. وحينها قال الشيخ يحيى أصلحه الله: لو يعلم أصحابي بهذه الورقة لرجموني بالحجارة. ومع ذلك تراجع عن كتابتها.
وهل كان الشيخ يحيى شاكا لما دعته جهة رفيعة المستوى إلى الصلح معنا والتحكيم قبل حج العام الماضي فوافق وأرسل شيخين للتوقيع بالنيابة عنه وتم التوقيع ثم نقضه وتراجع عنه؟ وهل كنت شاكا يا أبا بلال حين كنت مؤيدا ومشجعا للصلح الذي سعى فيه أخونا الشيخ عادل المشوري حفظه الله بعد تراجعه حينما مر بك في مركزك قبل أن يذهب إلى الشيخ يحيى وكلامه منشور في صوتيته ورسالتك بالثناء عليه ما زالت محفوظة معه؟ الخلاصة يا أبا بلال قبول الصلح أو التحكيم لا يكون دليلا على الشك في الحق الذي يعتقده صاحبه ولا تنازلا عنه بالكلية، ولكن قد يكون لمصلحة جمع الكلمة ولو حصل معه التنازل عن بعض ما لا يضر الإنسان في دينه جمعا للكلمة ودرءا للشر والفتنة. قيل لعبد الله المسعود وقد صلى 4 خلف عثمان بن عفان في منى والرسول إنما صلى 2 فقيل له عبت على عثمان ثم صليت 4 قال الخلاف الشر. وهو القائل رضي الله عنه يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد يكون التحكيم تجلية وإظهارا للحق عند التنازع لما يعتقده المرء حقا وليس شكا فيه، فإن ظهر بالتحكيم أنه هو الحق وأن الحق معه ازداد تمسكا به، وإن ظهر أن ما عليه ليس هو الحق تركه ورجع إلى الحق وتمسك به. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال ابن كثير رحمه الله كما في البداية والنهاية سئل عبد الله ابن الحسن رحمه الله عن مسألة فأخطأ في الجواب فقال له قائل الحكم فيها كذا وكذا فأطرق ساعة ثم قال إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. فاحذر يا أبا بلال أن يمنعك خوفك على رتبتك وعلو مكانتك ومنزلتك من مراجعة الحق والرجوع إليه، فإن هذا من الآفات التعصبية والأمراض النفسية عافانا الله منها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب في باب صعوبة الرجوع إلى الحق الذي قال بخلافه ومن آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتي أو يصنف أو يناظر غيره ويستهر ذلك القول عنه فإنه قد يصعب عليه الرجوع عنه إلى ما يخالفه وإن علم أنه الحق وتبين له فساد ما قاله. ولا سبب لهذا الاستصعاب إلا تأثير الدنيا على الدين، فإنه قد يسول له الشيطان أو النفس الأمارة أن ذلك ينقصه ويحط من رتبته. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيها إصراره أعني أبا بلال وبقية أتباع الشيخ يحيى على أن الحق معهم وأن كل ما قالوه واعتقدوه وحكموا به علينا هو الحق فجعلوا أنفسهم خصوما وحكاما وهذا غلط. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض قد غلط فيه كثير من الناس وضلت فيه نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، إلى أن قال والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد الطاعنين إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب ومنه ما حمل عليه الحسد ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال محمد القاسم في قواعد التحديد وإن العاقل لا ينتصر لرأيه الذاتي ولا يصر عليه فربما كان صوابا أو خطأ، وأن حال الأمة لا يستقيم ولا يثبت على أساس مكين ما لم يتفق الكبراء بعضهم مع بعض ويتصافوا مع الذين دونهم ويفصل كل خلاف وخصومة بالتحكيم. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثها ما ذكرته يا أبا بلال مما استجد في دعوتنا من التصوير أو الجامعات أو غير ذلك، فالرد عليه من وجوه. الأول هذه المستجدات
المستجدات ليست محل وفاق عند جميع المشايخ حتى تنسبها لعموم الدعوة، وإنما اجتهد فيها بعض المشايخ ويرون أن لهم أسوة في ذلك، من أمثال الأئمة ابن باز والألباني وابن عثيمين في جميع ما تقدم، ممن كان يرى تحريم التصوير مطلقا ثم أجازه للحاجة والتي منها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل منهم من أوجبه في بعض صوره كالشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، وكلامهم منشور، ولولا خشية الإطالة لقرأته عليك ولا أسمعتك صوته. فهل هؤلاء الأئمة مميعون وحزبيون؟ ما لكم أفلا تعقلون؟ وأيضا لا يختلف اثنان ممن درس في دماج أن بعضا من طلبة العلم درسوا في كلية التربية بصعدة، ومنهم من كبار مشايخكم، ولو أردت أن أسمي لك منهم لسميت. ولم ينكر ذلك شيخنا مقبل رحمه الله مع علمه بذلك، بل شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله من خريجي الجامعة الإسلامية. فلماذا الجامعة التي يقوم عليها دكاترة ومشايخ سلفيون وليس في مقررها كتاب لأهل البدع صارت عندكم دليلا على التحزب والتميع، بينما كلية التربية بصعدة التي درس فيها بعض الإخوان المسلمين ودرسوا فيها من كتب رؤوسهم، من ذلك كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، لم تكن دليلا على التحزب والتميع. ثانيا، ما عندنا من المستجدات عندكم أيضا، مثال ذلك العسكرة التي فيها التصوير ولبس البنطال والتحية العسكرية والقيام للضباط، فالشيخ يحيى لا يرى العسكرة والانخراط فيها. قال الشيخ يحيى هداه الله في صوتية له لما سئل عن الدخول في بعض الألوية بنية الجهاد، قال هي خذيلة وفشل، وقال فيها مخالفات شرعية، وقال ليس فيها معسكر زكي نقي صافي، وقال هي سبب في الضياع والغفلة. انتهى المراد من كلامه. وغيركم ممن هو معكم وهم كثير يرى الدخول فيها وانخرط فيها، وهذا باعتراف الشيخ يحيى. قال الشيخ يحيى في الصوتية السابقة كثير من هؤلاء من طلابي أعرفهم صار بعضهم قطاع طريق، انتهى، ومع ذلك لم تحزبوهم ولم تميعوهم، والله المستعان. فلماذا هذا التناقض في الأحكام؟ ولماذا المستجدات حرام علينا ولكم حلال؟ بل جعلتموها دليلا على تحزيبنا وتغيرنا وليست دليلا على تحزبكم وتميعكم. أليس هذا مكيال المطففين الذين قال الله عنهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثالثها يا أبا بلال، هذه المستجدات هي أحد الأسباب في تحزيبكم لنا، أو أنها دليل على تغيرنا كما تزعمون. هي أحد الأمور التي ستدرج في التحكيم الذي تهربتم منه، والمشايخ الذين قالوا بها على استعداد تام في تركها إن حكم العلماء بتحريمها مطلقا وأنها دليل على التميع والتغير والتحزب. ختاما نصيحة لأبي بلال فأقول يا أبا بلال اتق الله في لحوم إخوانك العلماء والمشايخ وطلبة العلم، وقد سلطت لسانك بالثلب والطعن، وزين لك الشيطان أن هذا من الغير على الدين والدفاع عن سنة المرسلين. قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وفرق بين ما قام ويقوم به الصادقون في الكلام على الآخرين لبيان أخطائهم نصحا لله وصيانة لدين الله، وبين من يزعم ذلك والحقيقة أن الحامل له التشفي وحظوظ النفس الأمارة بالسوء. قال ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: ومن عرف منه أنه أراد رده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل
بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم أمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه أراد الرد عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظائره عن هذه الرذائل المحرمة. انتهى كلامه رحمه الله. واسمع يا أبا بلال ماذا قال العلماء في ابن حزم مع ما كان عليه من العلم، ولكن لم يشفع له علمه عند العلماء فتكلموا فيه بسبب سلاطة لسانه، ولم يعتذروا له بأن الغيرة على الدين هي الحاملة له على ذلك. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: كان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلاده. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: بسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت. قال أبو العباس ابن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. انتهى كلامه رحمه الله. كلامك يا أبا بلال في العلماء أشد من كلام ابن حزم في العلماء، مع الفارق بين علمك وعلمه، ومع ذلك لم يعتذر له الأئمة بهذا ولم يغفروا له سلاطة لسانه. فاحذر يا أبا بلال أن يسوق لك الشيطان مزيدا من بضاعتك الكاسدة في ثوب الغيرة على السنة وحياضها، فبئس السمسار الشيطان وبئس البضاعة سفاهة اللسان. يا أبا بلال، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. يا أبا بلال، أشفق على نفسك واحجزها عن ظلمها، واحبس لسانك إلا عن الحق. قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا احتاج الأمر أن تتكلم فالزم العدل ولو مع عدوك. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اشرح صدر أبي بلال لهذه النصيحة وانفعه بها يا رب العالمين وارزقه العمل بها. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.